السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقان، ما معنى الفرقان؟ هل معناه التفرقة بين الحق والباطل بمعناه الظاهري كده فقط؟ وللفرقان معنى آخر في القرآن الكريم وفي علم المثاني، وهو علم يجب أن تعرف بذور الكلمات الأولى حتى تفهم معنى الكلام، وهو علم الكلمة القديم. طيب، أولا الفرقان ربنا وضحه لك في القرآن الكريم في سورة الفرقان. وضحوا ازاي؟ أنا هذكر لك معنى الفرقان في سورة الفرقان أولا، وبعد كده مباشرة خلفها وراها على طول هقول لك معنى الفرقان من خلال علم الكلمة القديم، وبعد كده نبدأ نوضح أكثر وأكثر من خلال الآيات التالية في سور متعددة. نقرأ في سورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كده انت فهمت ايه من الفرقان؟ هو علم، معرفة، وحي ينزل على الرسول لينذر به مين؟ العالمين. يعني مش وقته بس، هقول لك معنى العالمين بعدين. العالمين مش وقته بس، ده جمع من الناس حاضر ومستقبل. ادي العالمين، جمع من الناس حاضر ومستقبل. لكن عالم هو جمع حاضر، عالم. طيب، فالعالمين هو جمع من الناس حاضر ومستقبل. فالفرقان ده نزل على عبده رسوله ليكون للعالمين نذيرا، عشان ينذرنا وينذر من كان في عهد رسول الله. طب احنا كده ما عرفناش معنى القرآن. ربنا شرح لك التنزيل ده معناه ايه، وقال لك يعني هو ايه الفرقان في الآية 4 و5 و5 4 و5 و6. اقرأ معي. وقال الذين كفروا، قالوا عن ايه؟ عن الفرقان، عن التنزيل: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما وزورا، يا إما هذا قول الخالق عز وجل يتهكم، يعني يقول عنهم أنه أتوا بهذا الكلام ظلم وزور، بيفتروا على رسول الله هم، أو أن هم بيكملوا القصة الكلام بتاعهم. يعني إحنا صادقين بس هم جاءوا بظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. يعني ده أساطير الأولين، يعني هم بيتحدثوا عن، هم ما يعرفوش علم المستقبل، لا علم النجوم ولا علم الكواكب ولا علم نشأة الأرض، ولا ما لهمش دعوة بيه خالص. هم كان كل هدفهم اللي في دماغهم علم الأولين، كان دايما بيتحاكوه. فالقرآن جاب لهم علم الأولين بصورة تفصيلية شوية، فلما قرأوا ذلك العلم أدركوه جيدا لأنه عارفينه، فبدأوا اتغاصوا. ده علم عالي، ازاي جاله ده افك، ده زور. هنا ربنا وكملوا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. ربنا اجابهم قال لرسوله او عبده: قل، بلغهم، قل لهم، دي وظيفتك، قل لهم انزله الذي يعلم السر. دي اسرار مين يعلمها غيره؟ انتم ما تعرفوهاش، لكن يعلمها صاحب السر. هذا هو الفرقان. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الفرقان هنا معناه علم سر أو علم غيبي عنك لم تعرفه إلا إذا أتى إليك معلومات عنه، إذا جت لك معلومات عنه. ده الفرقان. بص يا سيدي، معناه في علم الكلمة القديم هو الإلمام بعلم الماضي والحاضر، الماضي والمستقبل، أو الإلمام بعلم الماضي أو الإلمام بعلم المستقبل. يعني أنت لو عرفت علم الماضي ده اسمه فرقان في علم الكلمة، لو عرفت علم المستقبل ده اسمه فرقان في علم الكلمة، لو خدت الاثنين مع بعض برضو اسمه فرقان. ده في علم الكلمة وفي القرآن الكريم كده. القرآن فرقان، أتاك بعلم الماضي، الأمم السابقة، اداك تفصيل عنها بصورة متسعة ما كنتش تعرفه. واقرأ سورة يوسف، شوف القصص الجميل فيها، أحسن القصص. ليه؟ كأنك عايش في القصة، كأنك عايش مع سيدنا يوسف عليه السلام وعلى الأنبياء جميعا السلام. شفت الجمال؟ ده فرقان. طيب، اداك مستقبل رب العباد في القرآن، قال لك الأرض أنا أنشأتها إزاي، السماوات ده اللي كان،
طب واللي جاي؟ قال لك ايه اللي هيحصل للارض؟ ايه اللي هيحصل للسماوات؟ ايه اللي هيحصل للقمر؟ ايه اللي هيحصل للشمس؟ ايه اللي هيحدث لك انت قدام في المستقبل البعيد؟ ايه اللي هيحصل لك؟ ايه اللي هيحصل الملكوت ده كله؟ قال لك ايه اللي هيحصل لك في الحساب؟ جنة والنار وفصلها لك رب العباد. كل ده اسمه فرقان. كل ده اسمه فرقان، علم مستقبلي لن تحصل عليه إلا إذا أعطاك صاحب المخزون. أنت قدرت توصل للمخزون، ومخزون علم الجنة والنار والملكوت كله طبعا مع رب كل شيء ومليكه موجود معاه. احنا ممكن يكون عندنا علم فرقان بس على كدينا. ليه؟ ممكن أوصل لمصدر المعلومات في جزء معين من الملكوت للخالق عز وجل، ملكوت الخالق، وأبدأ أدور فيه لغاية ما أوصل لبعض المعلومات تؤهلني أن أعرف فرقانا معينا. وقد كان في العلم الحديث على النقط بيعملوه. وبنوصل لعلم الأمم السابقة عن طريق علم الآثار، بدرسها جيدا وبجمع مع كم من المعلومات. بص، الإلمام، التجميع بكم من المعلومات يخليني أو يؤهلني أن أعود بالذاكرة للزمن الغابر الماضي، وأعرف دول كانوا عايشين إزاي، كانوا بياكلوا إزاي، حياتهم كانت ماشية إزاي. ده عن طريق علم فرقان، وهو علم تجميع المعلومات، علم معلومات غيبية بجمعها بخليها واقعية وظاهرة. وقد كان في القرآن. كان ولا ما كانش؟ كان. طيب فين الفرقان تاني؟ في سورة الأنفال ربنا ذكر لك الفرقان في موقعة بدر. مهد لك للآية دي كانت في الآية 41، جاب لك في الآية 29 قال لك في فرقان ممكن ينزل عليك أيها العبد. يا أيها العبد المؤمن هنزلك فرقان خاص، لكن كل العباد بينزل عليهم فرقان. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ومن ضمن الفرقان اللي ربنا بيمد لكل الناس هو استخدام الفكر والعقل، استخدام الفكر في البحث، الدماغ، انك بتبحث زي ما عمل اينشتاين. هو استخدم الفكر والدماغ، بدأ يبحث في الملكوت، لكن مش شرط يرجعوا لملكوت الخالق، هو عايز يعرف الغيب. فبدأ ياخد المعطيات كلها وبدأ يستخدم الرياضيات، وهو قاعد في مكانه بدأ يوصل لأشياء متعددة في الفضاء وهو ما بيتحركش من مكانه. وده اللي عمل اينشتاين. هتقول لي اينشتاين كذاب؟ اقول لك معلش، انت مشكلة اللي زي ده. الجماعة دول انا مسميهم حائط الصد. حائط الصد، بلوك، بيقف كده في وش العلم دائما، بيقول لك لا ما حصلش. اقول له طب انت حائط الصد، ايه امكانياتك اللي عندك بترفض العلم اللي مع اينشتاين؟ ايه امكانياتك؟ ايه اللي معاك من معرفة؟ عشان ترفض يجب ان يكون معاك علم مقنع، مش فلسفة. اينشتاين قال لك علم واقعي بعلم الرياضيات وطبقه حقيقة. وهل تعلم والله ان علمه صحيح موجود في القرآن؟ هو علم تمدد السماء، تمدد الكون. كيف يتمدد الكون؟ قال لك اينشتاين قال لك الكون بعلم الرياضيات لم يتحرك من مكانه. قال لك بيتمدد عن طريق بعض المعادلات عملها، توصل ان الكون ليس له طريقة محددة في التمدد، ليس له طريقة محددة في التمدد. والله القرآن بيقول لك كده، الخالق بيقول لك كده، بيقول لك أن الكون ليس له طريقة محددة في التمدد، لكن يعتمد في تمدده على القوى الموجودة في المكان. القوة الموجودة في المكان، قوة الجذب وقوة الطرد موجودة وواضحة في القرآن. طيب يبقى إذن الفرقان ربنا بيديه لكل الناس، لكن في فرقان خاص للمؤمن، لمن يؤمن، من أراد أن يؤمن بالخالق يعطيك الفرقان هو الكتاب، يوصلك المعلومة عن طريق الكتاب. والله أنت عايز تعرف الفرقان الخاص بالخالق عز وجل إنك تؤمن به، موجود الفرقان ده في الكتاب. امسك الكتاب بديك واسنانك، لا تتركه. إن أتبع إلا ما يوحى، إن أتبع إلا ما يوحى. امسك الفرقان، اقرأ سورة الفرقان جيدا وشوف ربنا بيقول إيه. اللي هم تركوا القرآن، سابوا الفرقان وراحوا لحاجات أخرى ما فيهاش فرقان، راحوا لأفكار البشر وتركوا كلام الخالق، المعلومات، الفرقان اللي بيوصلك الخالق. اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اقرأه في الفرقان. تمام؟ يبقى كده الفرقان هنا أنا هرجع للأنفال. القرآن في الأنفال، الفرقان في الأنفال ربنا قال عنه في آية 29 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقان. جه وضح لهم الفرقان ونزله على عبده على رسوله في موقعة بدر. إيه الفرقان اللي ربنا نزله على رسول الله في موقعة بدر؟ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
ايه هو اللي انزله ربنا على عبده؟ اللي هو الفرقان بمعناه علم مستقبلي. هنا علم مستقبلي. قلت لك اني ربنا انزل على عبده العلم الاولي، علم الاولين اللي هم قالوا عنه في سوره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في سوره الفرقان قالوا اساطير الاولين. هنا ربنا بيقول لك انا اديت عبدي شيء مستقبلي غير اللي في القران، حاجه تاني، حاجه واقعيه فعليه عمليه في الحال. كان رسول الله عليه افضل السلام، وارجع للاحاديث. هتقول لي ما احنا لا، انا مش كده. انا لا انكر كل ما تركه السابقون اطلاقا. انا استخدم العقل مع الفكر واربط كله ببعضيه. ده اللي امرني به رب القرآن، ده اللي امرني به ربي الذي اعبده. قال لي ما تسيبش شيء غير ما تفكر فيه، ما ترفضوش غير لما يكون معاك دليل ترفضه، ما توافقش عليه غير لما يكون معاك دليل توافق عليه. والله هو قال لك كده رب العباد. فما تركه الأولون، وما قاله سيدنا عمر عن أنه رأى رسول الله عليه أفضل السلام يشير إلى مصارع صناديد قريش في موقعة بدر، وقد كان قال والله ما فيش واحد فيهم حاد عن مكانه قيد أنملة، مات في مكانه. هل رسول الله يعلم الغيب؟ لا، ما ده الفرقان ربنا أنزله على عبده. قال له النصر جاي، ده فرقان، النصر جاي. وقد كان بشر المؤمنين وقال لهم في ملائكة هتنزل عليكم، وقد كان. وفي بعض الصحابة سمعوا بعض الملائكة، ما شافهمش لكن سمعوا. وهو الرسول كان بيشوف الملائكة وشايفهم، اداله المقدرة دي. فرقان، ما ده فرقان. افهم دي، لو اداك الإمكانية تشوف شيء معين غير مسموح للبشر يشوفوه، ده فرقان. أعطى الرسول كل ده، فده شيء مستقبلي لا يعلمه الرسول، غيبي، ده فرقان. يبقى وصل الفرقان ولا ما وصلش؟ سيدنا عمر حينما رأى سارية فوق الجبل، يا سارية الجبل، ده فرقان، ده فرقان. حينما ترى رؤيا في المنام، رؤيا في المنام مستقبلية وتحدث وأنت حس إنها تحدث وتحدث فعلا، ده فرقان. أعطاه لك الخالق وأنت نائم، فرقان. أعطاه لك الخالق وأنت نائم، قال لك خد بالك ده هيحدث في المستقبل، وده كتير في حياتنا، ده فرقان أنت لا تعلمه. الخالق أعطاك نفحة بسيطة كده، والله مش شرط المؤمن، حتى الكافر بيشوفه. روحوا اسألوا، فرعون شافه، ملك سيدنا يوسف شافه، ده فرقان ادهوله الخالق عز وجل. ما ده كافر كان لا يؤمن بالله، كان لا يؤمن بالله، ادهوله. افهم دي كويس، لا تتأله على الخالق. الخالق يعطي كل الناس، لكن يخص بعض الناس بالإيمان. عطاء الإيمان غير عطاء الكفر، افهم دي كويس. لكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني الكافر لو سعى أكتر منك في المعرفة هيحصل. انت قعدت على جنب كده وحطيتك على خدك وقلت انا راجل مؤمن، ما فيش حد كدي ولا حد بعدي، انا احسن واحد، انا معايا العلم كله، ده انا معايا الايمان، ده انا قلبي ابيض. خليك زي ما انت، وخليك حائط صد دائما، تقف كده كل اللي يفكر تقول له ايه، اقف، انت رايح فين يا عم؟ انا هفكر. ما تفكرش. السابقين قالوا لنا ما تفكروش، ان فكرت هتضل، وانت ظلمت السابقين، والله ظلمتهم، لأن السابقين كانوا بيتفكروا دائما. الصحابة مع رسول الله كانوا يتفكروا دائما، وتركهم رسول الله في حرية كاملة في التفكر. كانت تنزل الآية، يتقابلون في الشوارع يسألوا بعضهم البعض ماذا فهمت من تلك الآية؟ يقول فهمت كذا وكذا، فيجيبه الآخر والله أنا فهمت كذا وكذا. يعني غير اللي فهمته أنت، لم يختلفوا. لا، هم كانوا في عصر المعرفة، الوحي الحقيقي. يجي واحد دلوقتي لا يفقه شيء في الوحي، في المعرفة، في القرآن، يقول لك ايه ما حصلش. ايه دليلك؟ يقول لك العلماء قالوا. يا ابوي علماء ايه وانت ما فيكش عقل زي العلماء تفهم؟ ما علينا، ده استطراد. فاذا ده الفرقان. كده الفرقان وضحناه في القرآن وفي علم الكلمة القديم. طب ايه اللي ينزل على سيدنا موسى؟ ما هو برضه علم مستقبلي، الكتاب المستبين اللي بيوضح لك كل شيء. وألقى الألواح وفي نسختها آية، حاجات علمية عالية جدا كان مع سيدنا يوسف. التوراة هدى ونور هدى ونور. فكل ده جه في القرآن. إن هذا اللي في القرآن يعني لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فكل ده موجود في الكتب السابقة، موجود في القرآن، اللي هو آيات علمية، آيات مستقبلية، آيات الماضي
وآيات المستقبل. الحاضر أنت تعيشه وتعرفه، فأنت بالفرقان هتمسك الماضي والحاضر اللي أنت عايشه طبيعي والمستقبل، يعني هتمسك الماضي وهتمسك المستقبل، بطبيعة الحال هتكون عايش الحاضر. فأنت هتمسك حدي الزمن. ما أنا لو دخلت لك في معنى الفرقان بطريقة تفصيلية هتقول لي أنت جنيت، ما علينا، سيبك منها، خليها معايا دياتي. أنا جبت لك المعنى العام بمعنى الفرقان. الفرقان ده سرعة عالية، سرعة معلوماتية عالية جدا تتيح لك المعرفة الغيبية. إن حصلت على فرقانا أعطاك الخالق علم غيبي، أنت هتحصل على علم غيبي، يا إما ماضي أو مستقبل أو حاضر أو حاضر، يخليك تعرف. فده اسمه علم الفرقان، علم معلوماتي عالي. سيدنا موسى ربنا اداله الفرقان، فاغتر في نفسه شوي. سأله واحد من بني إسرائيل: يا موسى هل يوجد أعلم منك؟ ليه هو قال لي سيدنا موسى كده؟ سيدنا موسى ربنا اداله علم، كتاب مستبين، ركز في الكتاب المستبين، هو الفرقان، والألواح في نسختها آية، الفرقان. فاداه الفرقان علم مستقبلي. فقال لا، ربنا قال له لا، طب خد عندك دي يا عبدي، يجب أن تتأدب، اذهب إلى عبد من عبادنا. أنا مش رسول، رسول القوم، أنا خليك تعلم من شخص عادي، اختار أي حد، روح شوف كده الفرقان اللي معاه، هل الفرقان اللي معاك يوازيه؟ ادى العبد ده الصالح فرقان معين صعب حد يحصل عليه، عارف مصير كل واحد. سيدنا موسى ما كانش يقدر يعرف الكلام ده، وسيدنا محمد لا يعلم ده غير اداله نفحه بسيطه في بدر. قال لا يعلم الغيب، قل لو اعلم الغيب لاستكثرت من الخيرات وما مسني السوء. فراح للعبد ده الصالح اللي جه بيعرف فرقان عالي جدا غير اللي معاه. خلاص تأدب سيدنا موسى، عرف الغلط اللي هو واقع فيه، عرفت معنى الفرقان، خد المعنى ده اللي اديته لك وروح للقرآن وطبق الفرقان بالمعنى ده في مواضعه كلها، طبقه في القرآن كله، طبق الفرقان في القرآن كله، طلع علم المستقبل، طلع علم الماضي من القرآن، هتصل للفرقان. إن قعدت على جنب وعملت حائط صد لعقلك لقلبك ولتفكيرك، وعملت حائط صد للناس ما يفكروش، هتفضل بلا فرقان، والله هتقعد من غير فرقان طول عمرك. لو سمحت اجعل لنفسك فرقانا، لو سمحت، أحب على إيدك اجعل لنفسك فرقانا عشان ينفعك. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.